هلا والله متابعين، شلونكم؟ ايش اخباركم؟ اليوم جايب لكم برنامج كلش قوي. قبل كم يوم نزل على ابل ستور برنامج جديد. برنامج فكرته حلوه، بيه 4 مميزات. واحده من الميزه اللي بيه تقريبا اغلب المستخدمين راح يستفادون من هاي الميزه، اللي بالعمل او بمكان ما يقدر يلزم التليفون هواي. يعني برنامج كلش حلو. اللي هو بيه واحده من الميزات اللي بيه شلون تقدر تتخطى مقاطع التيك توك تلقائيا. مثلا تتقلب بالتيك توك، راح ينعاد الفيديو بعد ما يكمل الفيديو، راح ينعاد بهذا الميزة. بهذا البرنامج يتخطى مقاطع التيك توك تلقائيا، بس يكمل الفيديو راح يحول على الفيديو اللي بعده تلقائيا بدون ما انت تقلب التيك توك او تحرك الشاشة باصبعك. بالنسبة لمقاطع التيك توك او المقاطع الشورت كات اليوتيوب، تروح على البرنامج. هذا هو البرنامج، اسمه كليك بوت. نزل تقريبا صار له اكثر من 5 ايام على الابل ستور. راح اخليكم اياه بالوصف جوا، تقدرون تحملونه من الابل ستور. هسه نطب على البرنامج ونشوف شنو المميزات اللي بيه. اول ما تطب على البرنامج، هاي واجهة البرنامج. اول ما تدخلون البرنامج بيه 4 مميزات، كل ميزة تختلف عن الثانية. الميزة اللي كنا نحكي عنها اللي شلون تتخطى مقاطع التيك توك تلقائيا او مقاطع الشورت كارت اليوتيوب تلقائيا، اللي هي هاي اليوتيوب. تدوس عليها راح يطلع لك يقول لك اختار تيك توك او يوتيوب. نرجع بالله اللي هي جوا على اليمنى، اللي هي هاي الحمراء مرسوم علامة اليوتيوب. نضغط عليها. اول ما تضغط عليها راح يخيرك بين التيك توك وبين اليوتيوب. مثلا نروح على التيك توك. كابوكك ديما واي واي للسربانة وبنبانة أزدك شيرم واي واي للسربانة وبنبانة أزدك شيرم واي واي كابوكك ديما. شوفوا هسه تحول تلقائيا من فيديو لفيديو، بس انا عندي النت شوية ضعيف، دا يقف الفيديو الثاني. هاي واحدة من الميزات اللي بيه. وبقى 3 ميزات، كل ميزة تختلف عن الثانية. عندك الميزة الريفرش اللي هي أول واحدة من فوق على يدك اليمنى. هاي شنو ميزتها؟ ميزتها مثلا تدخل على موقع، على ويب سايت، على راوض، وتشغله مثلا. تشغل هاي الميزة وتحدد ثواني. كل ثانية أو كل وقت اللي أنت محدده راح يترفرش أو راح يعيد تحميل الصفحة بحسب الثواني اللي أنت مختارها أنت. وعندك الميزة اللي من فوق اللي على اليسرى، هي ميزة كليكر، اللي هي مثلا تحدد مكان أنت ضغط، كم مرة تضغط بهذا المكان، مثلا على موقع أو على برنامج أو على أي شيء. وعندك الميزة الرابعة اللي هي هاي، مثلا نبحث عنها، مثلا نكتب ويكيبيديا. طلع لنا وهذا ويكيبيديا. راح نقول لك شلون راح تشتغل هاي الميزة. مثلا الخيار اللي جو اللي على اليمنى، من نقدر نحدد الثواني اللي نريده. هاي راح شنو ميزتها؟ ميزتها هو تلقائيا يصعد فوق بدون ما انت تصعد الشاشة. تقدر انت شو تسوي؟ تقلل من الحجم مالتها على مود يمشي ببطء. انا مقلل يمشي ببطء على ما اريد اني، بحسب اللي المدة اللي اني حاطها. هذا برنامجنا. اذا عجبك الشرح يا ريت تسوي لايك للفيديو وتعليق حلو والاشتراك بالقناة. ما اوصيكم ان شاء الله اي برنامج ينزل جديد او اي شرح بخصوص الايفون اني راح انزله. واذا عندك اي استفسار او اي مشكلة حاب تحلها، يا ريت تكتب لي بالتعليقات او تدخل لي على انستغرام اللي موجودة بيمين الفيديو. تقدر تستفسر من عندي وراح ارد عليكم بسرعة. وهاي قناتي، يا ريت تسوي لها لايك واشتراك بالقناة حتى اقدر انشر فيديوهات وشروحات اكثر من قبل. وشكرا لكم.